بشرى للأندية السعودية 6 مقاعد لآسيا في كأس العالم للأندية. سامي الجابر يفتح النار على إنزاغي بعد تعادل الهلال مع الاتحاد. تقارير: بنزيما اشتبك مع إنزاغي في كلاسيكو الاتحاد وصدمة اللاعبين، زلزال في الهلال. اجتماع عاجل من إنزاغي في الهلال بعد التعادل مع الاتحاد وفقد صدارة الدوري. بونو يزلزل الشارع الرياضي بتصريحات مدوية بشأن عرض بايرن ميونخ الألماني. رسالة قوية من الدعيل لجماهير الهلال بعد تعادل الكلاسيكو أمام الاتحاد. زلزال بنزيما، رد مثير من نجم الهلال على أنباء صدامه مع إنزاغي وتجاهل الاتحاد. مشكلة أم حل للهلال؟ الشنيف يفتح النار على بنزيما بعد كلاسيكو الاتحاد. الهلال يحسم صفقة كبرى وكلمة السر البريمير ليج. التفاصيل الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اشتركت في قناة شبكة المشجع الهلالي على اليوتيوب؟ نعم اشتركت، وهي مصدري الأول لأخبار الزعيم الملكي. أنت كمان اشترك، ايش تنتظر؟ أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية، من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته، وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل عن توجهات جديدة ومثيرة يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإحداث تغييرات جذرية في نظام بطولة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2029. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الفيفا لزيادة التنافسية العالمية وتوسيع قاعدة المشاركة للأندية من مختلف القارات. كما كشف الإعلامي الرياضي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس تغييرات جديدة على كأس العالم للأندية. أشار العقيل إلى أن التوجه الحالي يسير نحو رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال 2029 إلى 48 نادياً، مع الحفاظ على دورية إقامة البطولة كل 4 سنوات، بدلاً من المقترحات السابقة بإقامتها كل 2. ووفقاً للتقارير الصحفية ذاتها، أنه من أبرز التعديلات المرتقبة إلغاء القيد الذي يمنع مشاركة أكثر من ناديين من دولة واحدة، حيث سيسمح بمشاركة عدد مفتوح من أندية الدولة الواحدة حال استيفائها لمعايير التأهل. وعلى صعيد القارة الصفراء، أوضح التقرير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيحصل على 6 مقاعد مباشرة في نسخة 2029، وهو ما يعني المشاركة بعدد أكبر عن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2025 التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل هذا النظام فرصة ذهبية للأندية السعودية الكبرى، حيث بات من الممكن مشاركة عدد غير محدود من فرق المملكة عبر طريقتين: الأولى هي انتزاع اللقب القاري، والثانية عبر التصنيف الآسيوي الذي يمنح الأفضلية للأندية الأكثر استقراراً وتحقيقاً للنتائج في الأعوام الأخيرة. ماذا يعني النظام الجديد للكرة السعودية؟ تصب هذه التعديلات في مصلحة مشروع كرة القدم السعودي الذي بات يضم نخبة من أفضل الأندية القارة والعالم، ففي ظل وجود الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في مراكز متقدمة بالتصنيف الآسيوي، فإن فرص تواجد أكثر من 3 أو 4 أندية سعودية في المحفل العالمي تصبح كبيرة جداً. انتقد سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق وأحد أبرز رموز نادي الهلال أداء الفريق في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بين الطرفين رغم أهمية نقاطها في سباق الصدارة. وخلال ظهوره في برنامج نادينا على شاشة MBC، أوضح الجابر أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لم يظهر الجرأة الفنية المطلوبة في مباراة بهذا الحجم، معتبرا أن أسلوبه المتحفظ أثر بشكل مباشر على قدرة الهلال على حسم اللقاء. وأضاف أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني جاءت أقل من المتوقع، ولم تحدث الفارق الذي كان ينتظره الجمهور، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب. أشار الجابر إلى أن الهلال كان الطرف الأفضل في فترات عديدة من المواجهة، ونجح في فرض سيطرته على وسط الملعب وصناعة فرص خطيرة، إلا أن التحفظ الزائد من إنزاغي حد من قدرة الفريق على استثمار هذا التفوق. وشددوا على أن المباريات الكبرى تتطلب قرارات شجاعة سواء على مستوى التبديلات أو الأسلوب الهجومي، مؤكدا أن الهلال يمتلك العناصر القادرة على صناعة الفارق متى ما تم توظيفها بالشكل الأمثل.
وفي سياق متصل تطرق الجابر إلى أداء النجم الفرنسي كريم بنزيما، معتبرا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المنتظر أمام الاتحاد، حيث اختفى بين خطوط الفريق المنافس ولم يترك أي بصمة مؤثرة سواء في التحركات أو صناعة الفرص. وأكد أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى حضور قوي من اللاعبين أصحاب الخبرة، لأن التفاصيل الصغيرة غالبا ما تحسم نتائج الكلاسيكو. واختتم الجابر حديثه بالتأكيد على أن الهلال ما زال قادرا على العودة بقوة، لكن ذلك يتطلب معالجة بعض الجوانب الفنية واتخاذ قرارات أكثر جرأة. كشفت تقارير صحفية من بينها شبكة ماتش داي سنترال عن كواليس ساخنة شهدتها غرفة ملابس نادي الهلال عقب التعادل المخيب أمام الاتحاد 1-1، بطلها النجم الفرنسي كريم بنزيما. مشادة مع إنزاغي بين الشوطين. وتشير الأنباء إلى أن بنزيما دخل في مشادة كلامية حادة مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي خلال استراحة ما بين الشوطين في مباراة الكلاسيكو. ويبدو أن الخلاف تركز على المهام الفنية الموكلة للنجم الفرنسي، وهو ما انعكس على أدائه في الشوط الثاني الذي وصفه المحللون بأنه كان باهتاً وأقل من التوقعات. ندم في صفوف اللاعبين. الأمر لم يتوقف عند المدرب، بل امتد ليشمل بيئة الفريق، حيث ذكرت تقارير أن عدداً من لاعبي الهلال أبدوا استياءهم وندمهم على قرار الإدارة بالتعاقد مع بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي. ويرى هؤلاء أن وجوده تسبب في اضطراب الانسجام الفني والمناخي الذي كان يميز الفريق قبل وصوله، خاصة مع تراجع الهلال للمركز الثاني وفقدانه الصدارة لصالح النصر. أرقام محبطة وتوقيت صعب. أوضحت تقارير أن الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب نادي الهلال السعودي سيعقد اجتماعاً عاجلاً الأحد مع جهازه الفني من أجل تحليل ومناقشة أسباب التعادل أمام نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 1-1 وفقدان صدارة دوري روشن السعودي. وبين مصدر صحيفة الرياضية أن إنزاغي سيجتمع كذلك مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية لعرض الملاحظات الفنية الخاصة بالجولة الماضية والعمل على تلافيها بدءاً من مواجهة نادي التعاون السعودي المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير في بريدة ضمن الجولة العاشرة المؤجلة. ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام الاتحاد إلى تدريبات استشفائية، فيما يؤدي بقية عناصر الفريق تمارين تكتيكية وفنية ضمن برنامج الإعداد للمباراة المقبلة. كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تفاصيل مثيرة حول كواليس رحيله عن نادي إشبيه الإسباني، مؤكداً أنه كان قريباً جداً من التوقيع لصالح نادي بايرن ميونخ الألماني قبل تحول وجهته نحو الدوري السعودي للمحترفين. وأوضح بونو في عبرة شبكة إيزي كيل أن المفاوضات مع العملاق البافاري وصلت لمراحل متقدمة للغاية، إلا أن البطء في إنهاء الإجراءات من الجانب الألماني دفعه لتغيير مساره. وأشار حامي عرين الأسود إلى أنه كان يعتقد حقاً بأن صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ ستتم بنجاح، قائلاً: لقد تأخروا كثيراً في اتخاذ الخطوات النهائية، وكان علي أن أتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبلي. وأضاف بونو أن عرض نادي الهلال جاء في التوقيت المناسب، مما جعله يوافق على خوض التجربة الجديدة في الملاعب السعودية دون تردد. وأبدى بشم المغربي ارتياحه الشديد بالتواجد في معقل الزعيم، مشدداً على أنه لا يشعر بأي ندم حيال هذه الخطوة، حيث قال: بصراحة لا أندم على قبول عرض الهلال، فهم يعتنون بي جيداً هنا. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد الحالة الذهنية والفنية العالية التي يعيشها بونو في صفوف الهلال، حيث بات أحد أهم الركائز الأساسية التي تمنح الأمان لجماهير النادي في كافة البطولات المحلية والقارية. وجه الأسطورة محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق رسالة هامة ومؤثرة إلى جماهير الزعيم ومنسوبيه، وذلك في أعقاب تعادل الفريق أمام نظيره الاتحاد في الكلاسيكو الأخير. وجاءت كلمات الدعيع عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بمثابة نداء للدعم، بهدف احتواء حالة الغضب الجماهيري ورفع الروح المعنوية للاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. واستهل الداعية حديثه بمخاطبة الجمهور الوفي، مؤكداً ضرورة الوقوف خلف الفريق في كافة الظروف، حيث قال: نحن كجماهير لازم نقف مع الفريق في كل الظروف، ولا توجد مباراة تخلو من الأخطاء. وأقر الأسطورة بشعور الحزن الذي ساد المدرج الهلالي بعد النتيجة، مضيفاً: كلنا كإداريين وجماهير زعلانين على نتيجة مباراتنا أمام العميد البارح، ورغم النقص العددي الطرد في صفوف المنافس كنا متأملين بنتيجة إيجابية، لكن قدر الله وما شاء فعل. كما خص الداعية لاعبي الهلال برسالة دعم وتجديد ثقة، مشيراً إلى أنهم كانوا دائماً مصدر فرح للأنصار،
وموضحا أن اللعب أمام الهلال يمثل دافعا كبيرا لأي منافس، قائلا: طبيعي أي فريق يلعب أمامكم يدخل بتركيز عال وروح وحماس، لأنكم تمثلون كبير آسيا وزعيمها. واختتم الأسطورة رسالته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفا كبيرا، وصفا الوقوف مع الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بالواجب الوطني لكل مشجع هلالي، مؤكدا أن جماهير الزعيم كانت ولا تزال هي المحرك الأساسي لكافة الإنجازات والبطولات التي يحققها هذا الكيان الكبير. لا يزال الحديث مستمرا حول النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي بات الشغل الشاغل للإعلام الرياضي السعودي ومنصات التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس. وتصدر بنزيما المشهد بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل التي أعقبت مواجهة الكلاسيكو أمام فريقه السابق الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 23 من عمر المسابقة المحلية. وتناولت تقارير صحفية صباح اليوم الأحد وجود أزمة مكتومة بين بنزيما ومدربه الإيطالي سيموني إنزاغي خلال مجريات المباراة، وهو ما عزته لغة الجسد بين الطرفين على دكة البدلاء خلال مباراة أمس بين الفريقين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالت الانتقادات النجم الفرنسي عقب رصد عدم تواجده لتحية جماهير نادي الاتحاد فريقه السابق التي كانت حاضرة في المدرجات، في خطوة اعتبرها البعض إشارة لتوتر العلاقة تماما مع العميد. وزاد بنزيما من حدة التكهنات بوجود قطيعة مع زملائه السابقين بعدما قام بإلغاء متابعة كل من حسام عوار وعوض الناشري لاعبي نادي الاتحاد عبر منصة إنستغرام. وأمام هذا السيل من الأخبار والتحليلات، قرر بنزيما الخروج عن صمته برد مقتضب ومثير للتساؤلات عبر خاصية ستوري في حسابه الرسمي، حيث نشر رسالة جاء فيها: الكلام يكون في النهاية. تفسيرات رسالة بنزيما: ماذا وراء الصمت؟ أثارت رسالة بنزيما موجة جديدة من التحليلات بين النقاد الرياضيين، حيث اعتبرها البعض وعدا منه بالرد في الملعب وتحقيق البطولات مع الهلال لتكون هي الرد الأمثل على الانتقادات. على الجانب الآخر، ذهب آخرون إلى أنها قد تلمح لقرارات حاسمة أو توضيحات سيتم الكشف عنها لاحقا حول علاقته بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي أو كواليس رحيله عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وجه الإعلامي خالد الشنيف انتقادات حادة إلى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الهلال السعودي عقب تعادل فريقه أمام نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي. وقال الشنيف خلال ظهوره في برنامج دورينا غير: بنزيما أمام الاتفاق أضاع أكثر من 3 فرص محققة، وضد الاتحاد أهدر فرصتين واضحتين. السؤال هنا: هل بنزيما مشكلة للهلال أم حل؟ ألم يكن داروين نونيز خيارا أفضل؟ الفرص التي أضاعها بنزيما لم يكن يضيعها نونيز. وشدد الشنيف على أن بنزيما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص بالدوري برصيد 17 فرصة، يليه كريستيانو رونالدو ب15 فرصة، معتبرا أن هذه الأرقام تثير علامات استفهام حول مردوده الهجومي في المرحلة الحالية ومدى تأثيره في حسم المواجهة الكبرى. يتجه نادي الهلال في الأيام المقبلة لحسم صفقة كبرى عبر التخلص من صداع لاعبه الأوروغواياني داروين نونيز، وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وشهدت كواليس الهلال في الساعات الأخيرة اتجاها لدى إدارة الزعيم للموافقة على رحيل داروين نونيز إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدا نادي نيوكاسل الإنجليزي في الميركاتو الصيفي. ويأمل مسؤولو الهلال في تسويق داروين نونيز بمقابل مالي ضخم، إلى جانب استغلال رغبة داروين نونيز نفسه في حال رحيله عن الهلال الانتقال إلى دور أوروبي في فترة الانتقالات الصيفية. ويعتمد مسؤولو الهلال على صحة التقارير الصحفية التي انتشرت في الساعات الأخيرة عن رغبة أكثر من ناد إنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتحديدا نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير. وكان سيميوني إنزاغي المدرب الفني لفريق الهلال وافق على رحيل داروين نونيز بعد ضم كريم بنزيما إلى صفوفه في ميركاتو الشتاء، ولكن لم يكن هناك عروض أوروبية للنجم الأوروغواياني الذي تمسك بعقده في الهلال، خاصة وأنه يرى أحقيته في البقاء داخل الفريق. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تصلكم كل الأخبار أولا بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع الهلالي، نراكم في فيديو قادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.